هذه كلها عبارة عن مجمعات عملاقة. هذا شارع اسمه شارع تشرنشيسكوفا، هذا هنا أبو مخضر. إذا تلاحظون هاي الباصات يستخدمون هذا السلك، هاي باصات على الطاقة الكهربائية. شوفوا شلون هنا يقتصدون وأيضا يحافظون على البيئة. أحب دائما أصور منظر الغروب. بالمناسبة الأجواء بروسيا والطبيعة تكون كلش حلوة. مدينة ساراتوف هي رابع أكبر مدينة بروسيا. هاي هنا موجودة مطاعم، هذا عندك مطعم للأكلات البحرية، هذا مطعم تركي وهذاك بار. هذا الشارع عبارة عن حوضة كأنما على باب الشرج باور. هاي المنضدة اللي قلت لكم عليها هنا بس تجيب ركتات وتلعب. هذا الشلوب زعلان قاعد ينبح على هذا. انت وينك يا معود اقعد. هذا الشارع عندك يوديك على البراسبكت. وهذا غيث، شلونك غيث؟ منور حبيبي. الجو هنا كالضحوك لا يطيح. هاي عندك المانيجة. حياكم الله ورجعنا لكم بفلوق جديد. اليوم عندنا جولة تعريفية بمدينة ساراتوف، راح اشوفكم اشياء حلوة بهذه المدينة. خليكم ويانا بهذا الفلوق، لا تنسوا اللايك والاشتراك بشتك وتابعونا. يا الله بسم الله. اليوم الجو حلو مش صحي، قلت استغله على مود اصور لكم هاي الاجواء. فجيب لك استكان شاي خليه يمك او نسكافيه اشرب واستمتعوا بهاي الاجواء. اول شيء بالبداية اكيد نقدم لكم الزعاتيت هذول ما عندنا غيرهم. وهاي كلها عبارة عن مجمعات سكنية. هذا مجمع عندك سكني، هذا مجمع ايضا، هذا عندك اللي بظهره همين مجمع سكني. هذه كلها عبارة عن مجمعات عملاقة. وهاي السيارة والله قديمة. هنا أنا كل شيء يحبون هيك الموديلات القديمة. هذا شارع اسمه شارع تشرنشيسكوفا، طبعا شارع حيوي. هناك موجود المستشفى، وشارع كلش معروف بمدينة ساراتوف. هذا هنا أبو مخضر، طبعا يذكرني بالأجواء الموجودة عندنا بالحلة بالحي العسكري. هيك يفتحون محلات تكون بسيطة. من منكم يتابعنا من الحلة خليه يكتب لي بالتعليقات. هذا عندك الماغنيت، ماركت عملاق مشهور هنا بروسيا، وهواي يجون يسوقون من عنده لان تكون الاسعار مالته مناسبة. شوفوا يا محلى غروب الشمس. اذا تلاحظون هاي الباصات يستخدمون هذا السلك، هاي باصات على الطاقة الكهربائية. شوفوا شلون هنا يقتصدون وايضا يحافظون على البيئة. هذا مسبح موجود هنا. كلش احب البيوت اللي هيك تكون مستقلة، يعني مثل هسه نظام هاي البيوت. شنو رايكم تحبون هيك هاي البيوت الخشبية؟ تخلصون من هوسة المجمعات السكنية. انا اشوف هيك يكون افضل لك، تاخذ راحتك اكثر. احب دائما اصور منظر الغروب. بالمناسبة الاجواء بروسيا والطبيعة تكون كلش حلوة. هاي هنا موجودة مطاعم، هذا عندك مطعم للاكلات البحرية، هذا مطعم تركي وهذاك بار. هذا المنا كلش مكان راقي وحلو، من هناك يوديك للبارك. واي مصور لكم اياه. مدينة ساراتوف هي رابع اكبر مدينة بروسيا، مدينة ناس اجتماعيين ومدينة كل جميلة مطلة على نهر الفولغا، وهواي تكون بها فعاليات. الشيء اللي ما حبيته اللي ما اعرف يعتبر سلبية هو هذا الشارع. هذا الشارع عبارة عن حوضة كأنما على باب الشرج باور. ناس من هنا تجي، ناس من هناك تروح، ناس من هناك تعبر، ما تفتهم. هناك كياتي قبطة للعلاوي، من هناك تروح للتحرير. شوف شارع عبارة عن فوضى، أبد يكون ما منظم. فهذا ما أعرف، أنا بالنسبة لي أعتبره سلبية. لكن من هناك كلش اكو مكان حلو اللي هو النابرجنة، من هناك عندك نهر الفولغا. شلون يباوع يا الله. هذا زعلان هذا الشلوب. بدأت تصير الدنيا الليل. خلوني ألحق أصور لكم الأجواء هنا الموجودة. وين ما تروح بروسيا تشوف هاي التماثيل أو هاي المنحوتات، وكل واحدة من عندهن تحكي لك قصة معينة. أحب أتمشى بهاي الحدائق، شوف كلش حلوة ترتيبها، خصوصا هذا اللي هنا، هذا المطرقة ما تذكرني بتور. هذيك من هناك بداية البارك، تصير إلى بابين، من هناك باب، هاي هي باب، ومن هناك لما صورت لكم إياه الباب الثاني. بعد الشيء الحلو بهذا الشارع شلون مخططينه. يعني هسه مثلا عندك من هنا للمشاة، وهذا مخلينه للسكوتر، سكوتر الباسكلات من هنا يروحون، ومن هنا هذا المشاة. بالمناسبة هذا بالصيف الشارع هنا يكون هواي بعالم، لكن هسه لأن شتاء فتشوفون قليل ناس تطلع. هنا عندك يجون يلعبون منضدة، يلعبون دومنة، حتى شطرنج يقدرون هنا يلعبون. يعني إذا واحد عنده شطرنج هنا يجيبه ويلعب على هاي المقاعد. هاي المنضدة اللي قلت لكم عليها هنا بس تجيب ركتات وتلعب. هذا الشلوب متعارك، هذا الشلوب زعلان قاعد ينبح على هذا. انت وينك يا معود اقعد.
هذا الشطرنج اي يابا قد انت لعبه. شوف كلش حلو هذا. هنا يجون يقعدون ويلعبون. هنا عندك وهنا. من يبيكم يعرف يلعب شطرنج خليه يكتب لي بالتعليقات. هذا الشارع عندك يوديك على البراسبكت. هاي منك البراسبكت. منا عندك المول، مول تريومف فول. منك همين عندك المطعم السوري. منك همين. هسه تعالوا خلينا نتوجه من هنا على براسبكت. هذا هو الشارع. ايضا عندك بعد منك التكمله مالته، لكن هذا هو الشارع بصوره عامه. هذا المكان اللي هنا حلاق عراقي اسمه غيث. وهذا غيث. شلونك غيث؟ منور حبيبي. حبيب قلبي. شلونك حبيبي؟ غيث هذا طبعا حلاق عراقي. وعندك ويا علاو وصالح. حبيب علاو. حبيبي تسلم لي. قاعدين منتظرين السرة مالتنا. هاي هنا مخليهم بلي يلعبون. هسه حلاقة مضبوطة. طبعا غيث حلاق عراقي رهيب ويا الشباب علاوي ويا صالح كلش مرتبين، وهواي يجوهم طلاب هنا يمهم. الجو هنا كالضخوك لا يطيح. شوف هسه من هنا احنا متوجهين على البراسبكت. هاي كلها هي البراسبكت. هاي هنا عندك حدائق. هنا همين هاي كلها حدائق والعاب مال زعاتيت. مثل ما تعرفون الزعاتيت هنا دائما يهتمون بيهم. ليش؟ يعتبروهم جيل المستقبل. هذا السيرك من هنا يصير، وهاي اسواق شعبيه. هذا صورت لكم وياه المكان، وهذا كله هو البراسبكت. اشتاقيت للسكوتر والله، هواي صارنا ما صاعدين. هذا منا المكان اصعد للمنطقه اللي ساكن بيها، يعني اكيد حسب الباصات الموجوده وحسب الارقام. يا محلى اجواء الصيف. هاي هنا بالصيف تشوف الناس رايحه راده. هذا المطعم عباره عن بوفيه مفتوح، تجي الطب وتاخذ شنو تريد. هذا مطعم اسلامي دائما اجي اكل من يمه. هاي عندك المانيجة همين كل شيء موجود بيها، مستحضرات مال تجميل، عطور الى اخره، محلات مال ملابس. هذا العطر مال محمد اتذكر منه اجيت اخذته. هاي كلها هنا عندك عطور ومستحضرات مال تجميل. هاي عندك هنا محلات مال ملابس. وهذا هنا صورت لكم وياه المكان. هذا همين عندك ارقى مكان هنا. مجموعة من المطاعم موجودات بنفس المكان. هاي عندك يجون هنا يقعدون، وعندك فوق همين اكو مكان همين خاص. هاي هنا الدعايات موجودة بكل مكان. هذاك صاحبه ابو النراقيل بس اليوم معزل. هاي مالت قراصنة. شوف هذا شعارهم. هاي وين ما تروح موجودة البارات عندك. هنا واحد، هناك بعد واحد، ظهرنا همين وين ما تروح موجودة. هذا مطعم اسلامي، اللي يحب الاكل الحلال يجي لهذا المطعم. دائما اجي لهذا المطعم واكل من عنده. وهاي الجامعة صورت لكم اياها، واكو همين عندك جامعة مقابلها. بالمناسبة مو بس هاي الجامعتين موجودات بهاي المدينة، بعد اكو جامعات ثانية. هسه وصلنا لهذا المكان ومنتظرين الباص. خلصت جولتنا لهذا اليوم. اتمنى عجبكم الفيديو. لا تنسون اللايك والاشتراك باشتيك. وتحياتي لكم اخوكم محمد الظالمي. مع السلامة.